الممثلة السورية سلاف فواخرجي بتدافع عن الإعلامية اللبنانية نضال أحمدية من خلال منشور كتبته سلاف على حسابها بالفيسبوك، وبتقول الهجوم على نضال كان قاسي مبالغ فيه، وبتضيف كمان السيدة الإعلامية إلها تاريخ عريق بالصحافة واللي تحولت قضيتها لقضية رأي عام، بجوز ما حالفها الحظ وخانها التعبير. وتصريحها كان رد فعل على فعل مسيء قام فيه أحد اللاجئين السوريين بلبنان. وبتشير فواخرجي أنه الهجوم يلي صار عليها قاس ومبالغ فيه، وكانت تتمنى أنه تكون رد فعل السوريين الموجوعين بعيدة عن الاستهزاء والسخرية والشتائم. وبتضيف كمان كفانا ما فعلت بنا الشتائم والانتصارات الفيسبوكية، وألا نجلدها وننسى الرجل الذي أخطأ بحقها وحق بلدها. وبتضيف كمان أنا هدفي مو الدفاع عنها، حتى ما بعرفها شخصيا، بس كلمة الحق لازم تنقال وما فيني اكتمها أكتر من هيك، بالرغم من التحذيرات يلي من حوالي، لأن مو من حق أي شخص يشتم ويسب أو يلعن، بالرغم أني بعرف مسبقا رح أتعرض للنقد والهجوم بمجرد أنه أحكي رأيي مثل ما جرت العادة ببلدنا. وهيك بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بشوفكم بحلقة جديدة من حقائق مع رامي. سلام.